هذه القصيدة من علي بن مبارك السيفي مرسلة إلى هادي بن حمد بن عليان، اللي يقول فيها: يا الله يا مطلوب يا عالي الشان يا مطلع من الناس له كاتميني، اغفر ذنوبا قبل تجليل الأكفان عساك تجعلني مع أهل اليميني. يقول أبو نوره بدراس ما بان ممدى السمع مري الحلال القطيني، بديه واتذكر رفاقه وصدقان حق حد قد غدا منهم وحد باقيني، مرحوم يا من راح لا وفاة غفران واحنا وراهم في السلا لاحقيني، ولا اغبط الا كل من عنده ايمان ولا كره الا صحبة الكافرين. هادي بن احمد عند ساحة قسيان والدين زوره، يلا انك عويني المعرفة بين الرجاجي البرهان لازمي، لو ما جيت انه يجيني مخوت في الله، ما هي على شان ما هي على دنيا بها قاصديني، حيابهم عدة همالي اللمزان ما دامهم في قاعنا راغبيني، لو بيحلوا عنا طول الازمان عز اللهم احنا لهم كارهيني، من طبطبنا له نجزيه باحسانه وجه كساب القسا قاسيني، قلت وانا لا شخص من قوم شرهان على الشباب والطول متواجديني، شوف لابتي صبيان مصيد والاحمام ذي خصمهم يصبح مفلس حزيني بني سيف، والشيخ الكبير بن نمران ذي يكرم الضيفان شحم السميني، وعاد في جنبه رجاجيل شجعان جنبه بهم مشبوح شبح المتيني، منهم علي بن عبد ربه كحيلان على رفيقه حصول ساس مكيني، واختام هذا المصطفى نسل عدنان ذي حلف طيبه وللزايريني. وله الرد من مبخوت بن هادي بن عليان نيابه عن هادي بن حمد بن عليان، يقول: يا الله يقول: يا الله يا عالم من واه الانسان ونعوذ بك من حيلة الماكرين، ادعيك جنبني فلا مت نيران نار السعير اللي جزى العاصيني، وسالك الفردوس لي خير مقطان في رحمتك يا ربنا طامعيني، من بعد ذا جتني رساله وقيفان حياك مرحب فوق راسي وعيني، يا مرحبا ما هل تسبو القنفان واعداد ما دارت ليالي السنين، بقوى لابو نوره علي حيد هيلان يا كرمت له الشال، والوافديني ذي يذكر المرحوم يوم القضاحان عساه في الجنات والسامعيني، أما الزيارة كنز لفلان وفلان كنز الصداقة كنز غالي ثميني، إن جيتني ولا في جيتك والأخوان ونحب عرف أهل الوفا ونحب عرف أهل الوفا الطيبيني، لازم نبني صداقة وميدان ونكون قوم وربع متخاويني، ولا ذكرت اللي من البدو شدان رحمة الله والحياة تابعيني، واحنا إلى زانت نلقى حلان وإنشان تلقيعان في مسافريني، واحنا على حسب الطلب كل محيان ما هو بما دمنا هنا عامديني، ولن تذكر لا بتقوم شجعان عادة هلكم ينطحوا المعتديني، ونعم بكم جمعه بالشيخ نمران ونعم بتاليكم مع الاوليني، هذا ردودي لك وانا بن عليان ولابتي من حيد عالي زبيني، يا عيال ناصر ساعة الضيق فرسان عاد الخميسي كل شاجع يبيني، وشيخنا مبخوت من نسل جدان مبخوت بن قعش الوزا الخايفيني، واذكر علي قعش في الضيق يبتان قاسي على قاسي ادفع العاديني، واختمها صلوا على خير من كان النذير وحارب الكافرين. وسمعها حسن بن سيف ابو جلهم وارسل قصيده مرسله تو هادي بن حمد والغزي، يقول ابو جلهم: تشرفني علوم اهل الشرف دي تجعل الجودات نصب عيونها، ومن طريق الجود والجودات نهجه، والهدف يذبها ولا يجي من دونها، هالبارحة رقبت في علي طويلا في ردف وذكرت نفسي جميع شجونها، نشط خالي وإن جت أهل المعزه لي وصف رجال توفي بالعلق وتزونها، وقلت يا طارش توكل واتجاهات غسف وصف القوافينا مع مضمونها، لعند هادي بن حمد والغزي اللي ينعرف وقل العسكر للجميع قرونها، وزقيت حياتي لهم بعداد ما البراق رفهم السرايا دهجنت بمزونها، عمة حسيني هم ونوفي في الفيافي والشعب خلى الأمراض تشد هجونها، دهم عناتيت المنايا معتنوا له ما اختلف ابطال في الضيقات بينطعونها، ابتال دقلات الشحن ويضربوا ضرب النصف لما الكبود الضاميه يروونها، قلت وانا من قوم تصبي عنده الزاع الشنف سيف مرادي للحروب يصونها، بلادنا يا المروه من طرفها للطرف ورع الواجي حيدها ومتونها، فلا لزيرق مد خطره وقت وسفه والقطف والقاع زانت نبتها وغصونها، عسى تغذيها الذنايل لا تعدت هالقنفلجاتها الحطمه تغير لونها من شانها، كم من مخير في طوالف صنف وارواحهم من اجلها سامونها، ما بات من لحلالكم اسهولها ولا العطف ما زالت الرغبه لكم ترعونها، والختم ذكر المصطفى ما حاج بيت الله لفوم الفروض المسلمون اوفونها. وليها الرد من مبخوت بن هادي بن عليان نيابه عن الربع كلهم، يقول يا مرحبا ما هل تمزونه ما رعده قصف من قلب صادق صدق ما يحصونها، يا مرحبا بقوال ابو جلهم على راسي قف حيا رساله طيبه بالحونه، مرحبا هلا حيابكم يا قوم رميان التلف يا اهل الجمايل العارفين فنونها، سيفي مجرب في معاديهم فلا الهاتف حتى في زوب بنادقهم،
ذي يشرونها بن سيف جاني قاف وشرفتنا روس الدفف والنفس ضاقت واخرجت مكنونها بذيت راس الحيض والخاطر هواجيسه تحفكنها ضوامي وارده يسكونها عيني تساداكم وقلبي في طواريه رجف واحب شوف اللي تقاضى ديونها غني لهم يا داعج العينين في رؤوس الشلاف غنت لابو جلهم وخالك احلات عيونها حلالنا يلي نشت الخايل شوف جاه الصلف واحنا دهم دايم نشد ضعونها لولا الحياه كمل من القيعان ما نطول ملف عاد الجمايل بيننا قانونها ونبات شدوا تونا مرحب مصفف 1000 صف طابت مراعي قاعنا حلونها ما حد من حلالكم ولا يجي منكم جلف يلي مراقي بالجمل تبدونها انتم مراد الجود والنالات لا صاح انك هم راد حتى الجن قد هابونها قلت وانا من قوم لا جا حملهم مثقل يخف صب الدم حوض القدر يردونها من بعد ذاقم يعني دوبي فوق مضمون الصوف 2000 حبه والسماء في لونها اسرع من الديره عليها لا تخيل للسعف سعيف حميتين في طبلونها واقبل على اللي يكرموا الطارش بشحمات الضيف سلم رسالتنا الى مامونها سلم لهم من عطر باريس كراتينها رصف تصدير من باريس في كرتونها واختامها صلوا عدد ما جاء في القران حرف واعداد من الحجاج طافوا كونها على محمد ذي دموعه من عيونها ما اجف من خشيه الباري غريق جفونها